السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم هاد السيجار هادو ديال كاوكاو او الفول السوداني على حسب كل واحد شنو تيسميه. هاد السيجار هادو تيجيو بنان بزاف تيجيو فتيين وتيجيو المهم تيجيو رائعين. بالنسبه هكا اللي تعجبوا المذاق ديال كاوكاو كما تتشوفوا. انا غنقسم معكم وحده بحال هكا غتشوفوا الشكل ديالها كيفاش تجي من الداخل. تيجيو هكا مقرمشين وكذلك تيجيو بنانين بزاف. المهم غادي نخليكم دابا مع الطريقه والمقادير في الفيديو. المهم هنا خديت انا كيلو ديال كاوكاو. تيبقى لكم اختيار، اما غتاخذوه بلا قشره وغتدخلوه الفران. انا دهنته واحد شويه ديال الزيت ودخلته الفران، واما لا خديتو هذاك ديال القشره غادي ديروا غطيبوا الماء وغادي ديروا فيه ما تسلقوش، غير ديروا الماء طايب وتخشيوه فيه وغتفسخوه بحال اللي تتفسخوا اللوز. المهم انا كما من بعد ما حمرته في الفران كما قلت لكم دهنته بشويه ديال الزيت وحمرته في الفران. طحنته الطحنه الاولى غير هرمشته بحال هكا. ثم هنايا غادي نضيف عليه هكا غادي نضيف سكر سنيده، وغادي نضيف غادي نردو نطحنوا الطحنه الثانيه. بغيتو ديروها من الاول ديروها من الاول، ديروا كلشي وطحنوا من الاول. المهم درت 4 معالق ديال سكر سنيده، معلقه كبيره ديال القرفه، وهنايا المسكه الحره عندي طحناها مع شويه ديال السنيده. هذه ماشي غير شويه ديال المسكه، جوج حبيبات هكا ديال الحبيبات ديال المسكه الحره وطحنتهم مع سنيده. المهم غادي نخلط هادشي كله وغادي نرجع نطحنهم الطحنه الثانيه. بغيتو مثلا القرفه حتى ديروا غير هنا في هذه المرحله هذه ديروا غير سكر سنيده وديروا الطحنه، يمكن لكم تيبقى لكم نتوما الاختيار. انا فضلت ندير كلشي ونعاودو نطحن. دابا غادي نطحن المره الثانيه. هانتوما غنطحنوا بحال هذا الشكل بحال هكا، ماشي حتى يطلق الزيت ولكن غير مهم ما يبقاش هكا يعني محبب. بغيتو على حسب، كاين اللي تيبغي هكاك الكاوكاو يبقى هكا مهرمش شويه، كاين اللي تيبغي يطحنوا. المهم انا طحنته بحال هكا ماشي عجينه ولكن باقي شاد فراسو شي شويه، باقي مهرمش شويه. المهم ضفت معلقه كبيره ديال الزبده من بعد ما طحنته، درت معلقه كبيره ديال الزبده، وضفت هكا واحد معلقه ونص حتى 2 معالق كبار ديال الماء الزهر. صافي دابا غادي نخلطو. ضروري العجينه هكا هاد الخليط هذا يكون هكا يكون شويه فتي، ما يكونش تيتفرتل لينا باش يساعدنا باش نيجي نحربلو هكا باش نديرو لي سيجار ما يعذبناش. صافي هنايا غادي نبدا نعبر يعني اما ديروا عينيكم ميزانكم واما تعبروا. انا تنفضل انني نعبر، كل وحده درت فيها 13 غرام باش يجيوني كلهم عبر واحد وكلهم قياس واحد. صافي وغادي ندوز دابا باش غادي نلويهم في الورقه على حساب. الا كنتو في المغرب راه ديروه بالورقه ديال المغرب اللي تطيب على البخار، الورقه ديال البسطيله العاديه هذيك تيجيو احسن. كنتو في شي بلاصه هكا ما كايناش الورقه ديال المغرب، انا خدمت هاد الورقه ديال الشينوا هذه، غير الورقه الشينوا هذيك الخضراء الباكيه المربعه ديك الخضراء. ولا يمكن لكم ديروهم بسميتو باستا فيلو ولا هي ورق الفيلو بالفيلو. المهم تيبقى لكم نتوما الاختيار اين ورقه تفضلوا، حيت كل واحد تيفضل. انا تعجبني هذه ديال الشينوا تنخدم بها ديما، تيجيو مقرمشين غير هما ما تجهدولاش العافيه، ديروها على عافيه مهيله. صافي كما تتشوف كل ورقه تنقسم على 2 وتلويهم بحال هكا، وضروري ما نسدوهم بالدقيق ونخليهم ما نقلوهمش هذاك الساعات باش يجيو لكم مقرمشين والورقه ما تجيش هكا غليظه. ضروري نخليهم حتى ينشفوا، عاد ديك الساعه ندوزو ونقليوهم على عافيه مهيله، ما نجهدوش ليهم العافيه باش ما يتحرق ليناش هذاك الكاوكاو وما تيجيوش يعني تتبقى العجينه خضراء من الداخل ومن برا يعني تيجيو يابسين من برا ومن الداخل تيبقاو خضرين. كما نتوما كما تشوفوا تنطلق الورقه وتندهنا انا بشويه ديال الزيت. تندهنا واخا غنقليهم تندهنا انا بشويه، تندوز عليهم هكا واحد شويه ديال الزيت غير من الداخل، ما نوصلوش الزيت حتى الجناب باش العجينه ديك منين نسدوهم ما يتحلوش لينا. وحاولوا تسدوهم مزيان لان انا ما سديتهمش مزيان راهم تيبقاو تيتحلوا. المهم حاولوا تسدوهم بحال هكا وخليهم ينشفوا واحد شويه تشد باش يتشد باش يعني بحال اللي تيتسوداو. عاد ديك الساعه دوزو قليوهم هكا، ترجعوا نقدوهم بيدينا من تنسدوهم. هانتوما غتشوفوا الشكل ديالهم، ولكن ملي تيتقلاو تيجيو معاوطين. هانتوما غتشوفوا الشكل ديالهم في الاخر كيفاش تيجيو الصراحه رائعين. صافي هنا من بعد ما ساليت الكميه كما قلت لكم كلها، هانتوما تنخليهم انا هكا واحد الساعه تقريبا، عاد تندوز نقليهم حتى ديك العجينه تتشد فيهم مزيان وتا هما تينشفوا. وملي تينشفوا يعني ما تيتحلوش، واخا تديرهم في الزيت ما تيتحلوش، خليوهم ضروري للبريوات
ولا لي سيجار. هاد النصيحه دائما انا تنخليهم على البريوات ولا السيجار بحال هكا بديك العجينه ديال الشينوا. ما تنهضرش على العجينه اللي تيستعمل الورقه ديال الشينوا، ما ضروري نخليهم هكا واحد شويه يشدوا راسهم ديك العجينه ديك الورقه تتنشف. ملي تنديروهم هكا يتقلاو ما تيتحلوش لينا. صافي هنا انا دائما ملي تنجي نقليهم تنسخن الزيت ومن بعد تنقاص العافيه، ما تنخليش العافيه مجهده، وتنديرهم بحال هكا. هاد الشبكه هذه تتساعدني يعني تيتقلاو في دقه وتنهزهم في دقه، يعني ما يمكن لك تما تقلب فيها، يعني سهله. احسن ما عندكمش هاد الشبكه تديروا مباشره المقله ماشي مشكل. صافي كما قلت لكم انا غنخليهم يتقلاو على خاطرهم، ما نجهدوش ليهم وما نخليو ما نتسناوش حتى تصحى، لان هاد الورقه ديال الشينوا ما نتسناوهاش حتى تحمر لينا بزاف، لان لا خلينا حتى تحمروا بزاف غادي تحرق لينا داك لا اللوز ولا الكاوكاو اللي درنا لداخل. غير هكا بديتي يصفروا شي شويه تيحمر يوليو ديك اللون ذهبي شي شويه، صافي تنحيدوهم راهم طايبين. خلاص الا كانت الورقه ديال المغرب خلاص او الورقه ديال الفيلو راه تيبان فيها الطياب. صافي وهنا غادي ندوز من بعد ما تنجبدهم كما الطريقه المعتاده اللي تيديرها كلشي، تنديرهم في العسل ونخليوهم هكا واحد شويه حتى يشربوا العسل مزيان باش تيبقى هكا. انا تندير المره تنعسلهم المره الاولى وتنحيدهم عاوتاني مره فاش تنسالي ترجع نكب عليهم العسل ونخليهم حتى تنسالي كلشي، عاوتاني ترجع نكب عليهم العسل. تنبيتها هكاك مكبوب كل شويه ترجع نكب عليهم هما تيتصفوا ونرجع نكب عليهم ديك الليله هكاك، يعني باش تشربوا لينا العسل مزيان مزيان. والعسل نصيحه ما تكونش خفيفه بزاف، لان الا كانت خفيفه بزاف دغيا تطيح منهم وتيبقاو ناشفين وما تيبقاوش لينا مده طويله. وهادو يمكن لكم حتى ديروهم هكا وديروهم في شي طويصه وتدخلوهم المجمد، ملي تحتاجوهم جبدوهم تيبقاو كما هما. المهم هذا هو الشكل النهائي كيف تيجيو. الصراحه تيجيو رائعين وتيجيو بنان بزاف بزاف هكا. وذوقهم اما باللوز واما تخليهم غير هكاك ولا الزنجلان. انا درت عليهم هكا جنيبات هكا بالزنجلان، صراحه جاو رائعين. نتمنى هذه الوصفه هذه تنال اعجابكم، وفي الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرى.